لو شغال في مجال الفاينانس ولسه مش بتستخدم الذكاء الصناعي في شغلك فانت فايتك كتير. النهارده عالم المال والاستثمار اتغير 180 درجه، وادوات التحليل التقليديه ما بقتش كفايه عشان تواكب السرعه اللي السوق بيتحرك بيها. البيانات بقت اكتر من اي وقت فات. اتخاذ قرارات استثماريه لازم يبقى مبني على انسايتس واضحه، والمنافسه بقت قويه جدا. اللي بيعرف يستغل التكنولوجيا هو اللي بيكسب. فلو لسه شغال بالطريقه التقليديه هتواجه مشاكل كتير، زي تحليل بياناتك بياخد ساعات ومجهود كتير جدا، الصعوبه في التنبؤ باتجاهات السوق بشكل دقيق وسريع، تقاريرك الماليه بتستهلك وقتك اكتر من تركيزك في اتخاذ قرارات استراتيجيه. ما بقاش عندك وقت تبني استراتيجيات جديده علشان تنافس السوق اللي بيتغير. والحقيقه انت فعلا لو مش بتستخدم ادوات الذكاء الصناعي فانت متاخر عن زمايلك. تخيل زميل ليك بيخلص تحليل البيانات بتاعته في وقت اسرع منك بكتير، او مستشارك المالي بيتنبأ باتجاهات السوق قبل ما السوق نفسه يتحرك، او حد بيبني استراتيجيات استثماريه معتمده على بيانات دقيقه بدون مجهود. ده ممكن يكون انت لو استخدمت ادوات الذكاء الصناعي بشكل كويس. طب ازاي ممكن تعمل ده؟ انت محتاج 3 حاجات مهمين. اول حاجه وهي البرومبت انجينيرنج، وهو ان انا ازاي اسال الذكاء الصناعي السؤال الصح عشان يديني الاجابه اللي انا عايزها. تاني حاجه وهي الاي اي ايجنت، وده زي مساعدك الشخصي اللي بيخليك تاخد قرارات استثماريه صحيحه، يبني معاك استراتيجيات وغيرها، وشغال معاك 24 ساعه بدون تعب ولا اجازات. ثالث حاجه وهي الاتمته او الاوتوميشن، وهو ان انا ازاي ابني قرار استثماري كامل يتخذ القرار ويبدا يشتري او يبيع الاسهم بناء على التحليلات، وكل ده بيحصل لوحده بدون تدخل مني. طب ليه لازم تتعلم الكلام ده؟ اول حاجه هتوفر وقتك ومجهودك، هتكون دايما الشخص اللي عنده رؤيه مستقبليه واضحه. ثاني حاجه هتزود قيمتك في السوق. ثالث حاجه هتخلي تاسكاتك الروتينيه تحصل بشكل اوتوميتد. وعشان كده عملنا لك كورس الاي اي هيعلمك ازاي تستخدم ادوات الذكاء الصناعي بشكل عملي وبدون استخدام سطر كود واحد. في اقل من شهر هتبقى قادر تحلل بياناتك وتاخد قراراتك الماليه بذكاء وبسرعه. لو عايز تحجز مكانك سجل دلوقتي وهنبعت لك كل التفاصيل.